السلام عليكم. أتمنى لو البث ظاهر الناس تعمل شير كبير جدا للضرورة يعني. أتمنى أعمل شير ومشاركة. الحضور معانا هنا أتمنى أنه تعملوا شير ومشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطعي ده بسميه خارطة الطريق. بيحكوا في قصص العرب إنه كان في والي اسمه أسد، وكان راجل منعم جدا. دارت الأيام وملكه زال وبقى فقير معدم. قرر إنه يواجه قدره ومصيره ورحل من بلده يفتش عن رزق. لا من وصل بلد اشتغل فيها مع تاجر كبير عينه السايس لحميره الحصين. يوم من الأيام أسد تعب وأخذته نومة في زريبة البهايم، فما شعر إلا وحمار واقف يبول في وشه. صحة طبعا منزعج وقال إن أقبلت الدنيا يعني إن أقبلت باض الحمام على الوتد، وإن أدبرت بال الحمار على الأسد. وبيقى مصر يضربوه على حال الدنيا وعلى حالنا إحنا هسه في الشطر الثاني من المثل، وإن أدبرت بال الحمار على الأسد. لكن حمارنا زاد حبتين، مش اشترى قناع أسد وعرفنا كاشفينه وصدق إنه أسد، لحد ما يوم حاول يريشنا فزار فإذا هو نهيق. وصدق في يوم قول سينيكا عندما يزول الحياء مرة فلن يعود إلى الحياة أبدا. قتلوا الشباب المسالم بالرصاص وسموه حفظ أمن، ولما يدعم الشباب بالحجارة سموه انفلات أمن. أخذوا الأولاد الأبرياء المعتقلات وعذبوهم بدون قتل الشرطة، ووصفوا السوار بالصواليق، وخطفوا بنات الحراير اغتصبوهن واتهموهم بالفاحشة. لكن بنقول لهم برد الإمام الشافعي قل بما شئت في مسبة عرضي فسكوتي عن اللئيم جوابه. ما أنا عادم الجواب ولكن مع الأسد أن تجيب الكلاب. يوم تنتصر ثورتنا بكرة بإذن الله حنبني قوس النصر في مكان القيادة، وحنجيب مقصات المقصل الموضوع على الأخشاب نزل بها مقصات الخيانة الموضوع على الأكتاف، ونحسب أيامنا بعد شهدائنا. بعت الوطن يا قلعة الرجال وعرين الأبطال. كنت مرة في الخليج في ورشة، الميكانيكي كان سوداني، واحد باكستاني شكله زبون للورشة قال للسوداني فلان صاحب الورشة باعه. السوداني قال له هاي. الباك قال له وانت تبع البيعة؟ انتظرت ردة فعل السوداني، ما تكلم لسانه، يستخدم لغة الجسد في التعبير. وكان لسان حال الباك رب كلمة قالت لصاحبها دعني. هتلر قال زمان شعب يؤثر العبودية على رؤية وطنه مجزأ شعب لا يستحق الحرية. أقنعني بإني ما بستحق الحرية وقول لي الشعب على وجه الأرض طلع 3 مرات قاد 3 ثورات قدم فيها الدم مهر الحرية. قول لي شباب بيطلعوا 4 سنين كاملة كل يوم بيلبسوا أكفانهم يقابلوا الموت من غير خوف. أعظم جيل أبا أسطادة أديتوا نفسكم حق استعباد السودانيين، وقدمتوا الدعوة لغيركم حفلة في سوق النخاسة باعتلال مصر والإمارات والحبش والأمريكي. جان جاك روسو بيقول حق الاستعباد كلمتين متناقضتين، حق واستعباد، وفي قاموس مفردات الثورة أي كلمتين متناقضتين ما بنعترف بهم. زي برهان رئيس كلمتين متناقضتين. حزب ديمقراطي سياسي وطني. احنا يا العشب لبن بنعلم بطاننا ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر، ومن لم يكن من دون أوطانه حمى فذاك جبان بل أخس وأحقر. والخسيس والحقير هو اللي بيجيب جيوش العالم تحتل بلده. سألوا هتلر من أحقر من قابلت من الناس؟ قال الذين ساعدوني على احتلال أوطانهم. وصدق فيكم قول محمود درويش الشاعر فارس يغرس في صدر أخيه خنجرا باسم الوطن ويصلي لينال المغفرة. هم ما تغيروا ولا تبدلوا، نفس سماتهم ونفس مكرهم ونفس تفكيرهم. علي شريعتي قال إذا ارتدى الزور والمكر لباس التقوى ستقع أكبر فاجعة في التاريخ. وقال في مكان تاني وأخشى أن يذهب الدين ضحية. حكامنا همهم المتعة،
نفسنا نشوف حاكم سوداني كتب إقرار ذمة يوم يتعين ويوم قلعوه من الكرسي لقوا أملاكه يا هل كتب يوم الإقرار، زي ما بينادي مولانا سيف الدولة. شوفوا المكتوب بإقراراته يوم يتعينوا واسألوهم عن الفرق. في أغنى دولة في العالم مثل الكنداكا السودانية مزاهر صالح فازت بمقعد تميز مدينة أيوة الأمريكية، قالت والمقطع متداول، قالت دخلت بيت نائب سوداني لقيت مخزن المواد التموينية كأنه دكان إجمالي. قالت ليه يا أخت ليه ياخذ اكثر من راتب اكثر من الشعب؟ انا قال باخذ $7 في السنه، لكنها ثقافه يا كنداكا بعيد عن اسباب الحكام. البيجي الواحد فيه من 3 سنين بيفني له داخليه واحده، الليله بيشتري برج في كافوري $1,400,000. الخيانه جرت في دمهم. نابليون قال اللي خان وطنه وباع بلاده زي اللي بيسرق قروش ابوه يطعم بها اللصوص، لا ابوه بيسامحه لا اللص بيقول له شكرا. الخيانه عندهم وجهه نظر زي ما قال صلاح خلف. تقول له يا زول تعمل علاقه مع اسرائيل كيف؟ يقول لك عدانا ليها ما افادنا بحاجه، وجهه نظر. ومن 200 العداء بيفيد. ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. بعض اصحاب النبي عليه السلام قعدوا يوم وقالوا لو نعلم ما يحب الله تعالى فنفعله. قام ربنا نزل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا الآية، وقام ابتلاهم بيوم احد وبعضهم فرق، فربنا نزل يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. عشان كده قلنا نرفع الفراش وجاي يشيل معانا الفاتحه نقول لهم مد ايديك ذاتي، نفس الايدين ديل مد معانا. احنا حاربنا الحزن وحاربنا التوصف وحاربنا شك والظلم. طيب صالح قال اي وطن رائع يمكن ان يكون هذا الوطن لو صدق العزم وقل الكلام وزاد العمل. الهنود اللي قدامنا ديل بيقوا واحده من دول البريكس الخمسه اللي سنه 2050 اقتصادهم حيكون الاول في العالم، دوله تحمل كل المتناقضات اللي تدمر الامم، الاثنيات، اديان مختلفه، اعراف متباينه، لكن تحية لكم يا اخواننا، وبسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد من والاه. ونسأل الله ان ينصر الشعب السوداني وجيش الشعب، وان ينصر كل من حمل السلاح ضد هذه المؤامرة الخطيرة. هذا التسجيل اسمه خارطة الطريق، وتسجيل مهم جدا لازم أي سوداني يستمع له، ولأهميته يا دكتور لازم نسمع الكلام المهم ده ونشوف نحن عندنا الإمكانيات أنه نعمل شنو، ونشوف المخطط الخطير اللي بيتعمل ضدنا عبر جنيف وغيره وجدة ومرة القاهرة ومرة أديس ومرة غيره. لازم نستمع لهذا التسجيل، وأرجو أن تشيروا هذا البث لأنه البث ضعيف جدا جدا. البث أنا ظاهر لي فيه 8 أشخاص. نحن ما بتهمنا المشاهدات العالية، وما بيهمنا أنه يكون عندنا شعبية عالية، بقدر ما أنه يهمنا أنه يكون عندنا وعي، ويكون نحن مدركين لما يحاك لنا وما يخاط لنا. يجب أن نكون مدركين. ولأهمية هذا التسجيل أرجو أن تستمعوا إليه بآذان مفتوحة، لأن التسجيل ده مهم، وده فيه الحل السحري، الحل اللي كان رافضه أي سياسي انتهازي، أي سياسي عميل، وأي جنرال عميل ومنبطح، وأي لص باسم الوطن. عشان كده التسجيل مهم، ولأهميته أنا ابتدرت به البث ده، وبعد ذاك حنتكلم. فالتسجيل ده مهم، نواصل نسمع فيه، ويا ريت تعملوا شير لللايف. اللايف أنا هنا عندي عامل 8. أنا ما بيهمني عدد المشاهدات بقدر ما بيهمني أنه المعلومة والوعي يصل للناس. تفضلوا. كان تباينهم ميزه لانهم قرروا انهم يعينوا للنتيجه ويشتغلوا. كان بيحسهم على كده كلام فيلسوف الهند غاندي، قال للحصول على حرية الهند يجب أن تسير القدرة على المعاناة جنبا إلى جنب مع القدرة على العمل. الليلة المؤسسة العسكرية الهندية من أفضل مدارس العالم، مع إنها زيها وزينا ولد العقيدة العسكرية الإنجليزية، لكن إحنا ساكننا ما فاضي من السياسة. سمعت واحد من ديوناكري مثل المسلحة الهندية، القوات المسلحة الهندية، سمعت عمل انقلاب، ثالث قوة عسكرية في العالم، 3.5 مليون جندي. رئيس الهند والقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الهند المدني
القائد الاعلى للقوات المسلحه الهنديه. القوات المسلحه الهنديه تحت امره وزير الدفاع المدني اللي بيقودوا مجلس الوزراء. تقول لي ما اخضع لشنو؟ زيت معيط. قامنا شالوا الاسلحه للشراء الشعبي بيدموا وبيعرقوا، وجهها لصدور اولادنا ولسان حالهم يا نحكمكم يا نقتلكم، واخذوا بالقوه 56 سنه من 67 سنه من الاستقلال، يعني كنسبه 83%، نفس النسبه اللي اخذوها من الاقتصاد. الليله الهنود رقم 1 في السوفت وير، في الزراعه رقم 3 في العالم في تصدير الحبوب، وفي الادويه رقم في العالم، وفي التصنيع احنا مكانك سر، مكانك سر. العلماء السودانيين على قفهم يشيل في العالم. قولوا يا علماء يا سودانيين تتفتح لك شبابيك من اوروبا والخليج وامريكا واستراليا ونيوزيلندا. الليله كثير من ديل كونوا جبهه خبراء الوطن للتنميه والاصلاح بقياده العالمي البروفيسور معاوي الدرديري، ومعظم المعاو خبراء على مستواه ولسان حالهم أضينا العمر شوقا وانتظارا وتحميل الأمان حيث كنا فاسأل عن زمان ضاع منا. الجنيه كان ب$3، الدولار الليلة ب$600 ال$600 جنيه كان بتجيب $1800، $1800 الليلة أكثر من مليون. نسبة كم في المية انخفاض؟ عشان كده بقول لناس الأحزاب حالكم يغني عن السؤال عنكم. عمركم ما كنتوا ضمير الأمة الصاحي. أدق الأوصاف لأي حزب ببلدنا مقولة السياسي اللبناني، وبيرسم معالم مسخ اسمه حزب بيمثل الناس أعضاؤه مجتمعين حول كيكة ملونة. قال لو خيروك بين حزبك وضميرك خلي الحزب، لأنك ممكن تعيش من غير حزب لكنك ما تقدر تحيا من غير ضمير. حزب وطني بيفتخر رئيسه بأنه على علاقة جيدة مع الخارطة الأمريكية. نقول للساسة من بين دبابير والملكية مقولة الحكيم قال أعرف كل شيء عن الخيانة الزوجية لأني تزوجت 6 مرات. ما يا ستتنا ذاتها الليل العلماء الوطنيين داخل وخارج الحدود بيكونوا أكثر من 50 غرفة مختصة، وكل غرفة مختصة فيها تخصصات فرعية بيسموها ولا من غير فلسفة السب سبيشاليتي. كل غرفة من ديل بتمثل قطاع الصناعة، قطاع التعدين، قطاع الزراعة، وانت ماشي. القطاع داخل الغرفة زاد داخل الغرفة نفسه بيتفرع لتخصصات. الزراعة تخرج البستنة، إنتاج المحاصيل، غابات، وقاية محاصيل. الفرع من البستنة بس بيتفرع لكمية برضو من الحاجة. في علماء في البستنة قضوا حياتهم كلها في المانجا، 40 سنة شغال في المانجا، 30 سنة شغال في كذا، وانت ماشي. التخصصات دي بتتميز لبرامج. البرنامج عبارة عن مجموعة مشاريع هدفها واحد. المشروع هو الوحدة الأصغر المكونة للغرف العلماء، وجبهتهم دي ولأول مرة بتاريخ السودان بتتبع سياسة التنمية المناطقية، تنمية الأقاليم والأرياف المنتجة، لأنه دي أسرع وسيلة للإنتاج المباشر. سياسة الإنتاج بتوضع هناك، بتتوضع من واقع المورد المحلي اللي في المنطقة وتوزيعه هناك. كيف؟ المكون الديموغرافي شنو؟ طبوغرافية المنطقة اللي قلناها، اللي هي التضاريس الأرضية والتضاريس القطاع النباتي وتضاريس المياه والتضاريس الصناعية اللي هي قلنا الكباري خصيك غيره. وبعدين التعداد السكاني أهل المنطقة اللي بيشمل تحت الجندر، الجنس، الأعمار، مستوى تعليمي، مستوى المعيشي. بيتبع النظام الإحصائي للموارد المتاحة، الخرطة المرة الصناعية، طريقة الجرد، الثروة الحيوانية، مساحة الأراضي، تقدير موقف الثروة الحيوانية في المويه، وحاجات شنو. بعدين تقرير الخطة قصيرة ومتوسط وبعيدة المدى. التنمية المبرحلة دي يا أبنائي ومعين الأخوان بيخطوا لها خارطة إحداج المنطقة، سواء الاستثمار المحلي والأجنبي أو حاجة للمركز عشان يديها الدعم اللوجستي أو يكمل لها النواقص. عمل التنمية فيها نواقص يحتاجها، اللي سميناها احنا التنمية الفيدرالية المتكاملة. الفيدرالية دي شغل بتاع غرفة ثانية بيوضعوا لهم أفضل نظم لإدارة الدولة السودانية، فيدرالية تماثلية، فيدرالية تماثلية، إقليمية، نظام تفويض، غيره. الغرف دي كلها بكل برامجها ومشروعاتها، يعني مثلا في مجال القيمة المضافة للمنتج من مشروع واحد، مشروع أي ولاية، إنتاج الكناف، مشروع زراعة الجوجوبا اللي أثبت نجاحها في السودان، مدح حزام السابنة شمال، زيادة حزام الصمغ العربي، تطوير صناعة البان في النيل الأزرق يستغلوا 60 مليون راس هناك، تهجين أغنام، تمليك الأسر، كل مشاريع زي دي. وهي طبعا فئات يعني وكمية مهولة. المشاريع دي بتتطلب دراية بمنهج إدارة المشاريع
العلم الدنيا ماشيه بالعلم، بيطلب درايه من المشاريع المتاحه امريكي بريطانيا غيره. بعدين تتعلم اداره البرامج بعدها، وبعدين تتعلم اداره المحافظ، واخر حاجه وضع الاستراتيجيه، خطوه اخيره دي للقاده اللي في المنطقه دي. تحويل الخام عن طريق القيمه المضافه اللي بيزيد سعره اضعاف مضاعفه، دي بضعه خبراء غرفه ثانيه، مثلا ناس التكنولوجيا اغذيه في متعلق بالغذاء، او ناس غرفه المعادن في قيمه مضافه بيحددوا بها مثلا الاستفاده من التمويل الدولي مقابل التبر. التبر ده الذهب المخلوط بالشوائب اللي قاعد في الواطه. الليله الان مؤسسات التمويل العالميه بتقبل التبر كضمان، وده بيتم عن طريق الدوله. المركز البنوك المركزيه بتصدر شهادات مرفقه مع الاوزان حقت التبر بتوضح نسبه الذهب. ممكن بكده نقضي على التكلفه ومخاطر الاستخلاص، ودي اشتغلها خبراء الليله اللي قاعدين في السودان، اشتغلوها في غانا وباعوها لاكبر البنوك العالميه وبالسعر العالمي للذهب. الكلام ده بيتم بعد ما تتحوكم قوانين واجراءات الاستثمار عن طريق غرفه اسمها غرفه الحوكمه، ودي مهمتها تصنع دوله المؤسسات اللي تكلمنا عنها وشرحناها، دوله المؤسسات اللي ما بتقدر تمر من تحت النمله من غير ما تشوفها. الحوكمه يا ابنائي تعني التطابق، والحوكمه غير ضبط الجوده. ما يقول لك الحوكمه بتصنع المعايير، وضبط الجوده بتطبق المعايير دي. اما العمل التنفيذي حيعملوا مجالس مستشارين، كل وزاره في الليله النقاش جاري يتم اداره الوزارات دي عن طريق مجلس الوزاره، تكلمنا عنه مجلس الوزاره، ولا نظام التوزير المتبع من زمان اللي لها به الاخضر واليابس. لجنه الخبراء الاستشاريين دي بتضع سياسه عمل الوزاره على مستوى خطه الوزاره اللي جبال قسمنا لها برامج معنى بها الوزاره. الاجراء على البرامج دي تعمل الوزاره بعد ما تحوكم ويضع لها نظم المراقبه والضبط بكل مستوياتها، زي ما العالم شغال كده. مجلس المستشارين بيجمع مع خبراء اداره العمل والوزاره وخبراء الحوكمه، خبراء تقييم اداره المخاطر وخبراء الاستراتيجيه، لانه الاستراتيجيه بتتعدل اثناء فتره الرؤيه الاستراتيجيه. التجمع ده اللي هو جبهه خبراء التنميه والاصلاح بيربط عمل الغرف دي من خلال لجنه داخل الجبهه. المجالس الغرف دي اللي فيها مجالس بتتربط مع بعض عشان يكون العمل جمعي، عشان ما تتضارب مخرجات الغرفه مع غرفه ثانيه. ليه؟ لانه في برامج تنميه بتكون محلها واحد، في بنى تحتيه بتخدم اكثر من مشروع، في برامج غرفه بتعتمد على برامج غرفه ثانيه او مشاريع غرفه ثانيه. الثروه الزراعيه بتعتمد في الشق النباتي والحيواني بتعتمد على برامج غرفه النقل اللي عندها سكه حديد والنقل البحري والنهري. ناس برامج حصاد المياه بيتكاملوا مع غرفه الاداره المحليه، الناس الدايرين عشان يزرعوا في حصاد المياه، ناس السياحه وانت ماشي. وكثير من البرامج والمشاريع دي اللي عندها لجنه مختصه عشان تربطهم مع بعض. في غرفه لخبراء العلوم السياسيه وعندهم حلول للسياسه الخارجيه، عندهم حلول للخنقه دي. احنا ما حنفضل لافين حول قريع اعتراع حد للابد. العالم يتغير، القوانين اختلفت، ظهرت محاور جديده في العالم، نظام القطبيه الثنائي والإحادي ولا الى غير رجعه، في تكتلات اقتصاديه وسياسيه فاعله خطت الكوره في نص الملعب، الموارد استنزفت او جزء كبير استنفذ، الاراضي كثير منها تلوث لانه بيعتمد على تقنيه الكهرباء وغيرها عن طريق النووي. الحاجه للاغذيه الطبيعيه اللي بيسموها عضويه اتضاعفت خالص، الطاقه اصبح حديث المجال الان في الدنيا، موارد استهلكت وموارد ثانيه غير متجدده في طريق النزول. عدد سكان العالم في مضاعفه. في مجال الغذاء اللي بيعانوا الان مليار، يعني 1 من كل 7 بالعالم جعان. الطاقة الخضراء بدت، وممكن يكون السودان رائد في الطاقة الخضراء في العالم. سياسة الإدارة بالأزمات اللي كانت شغالة بها أمريكا زمان في السودان ممكن تجاوزه ببساطة. الآن الأمور اختلفت، بتدير بعض الدول العربية بافتعال الأزمات داخل السودان، ومن بدري ما من الليلة. مصر، الإمارات، ليبيا زمان، السعودية، ولا الليلة في بعضهم بيديرها. الحركات المتمردة اللي بسميها الليلة المتمردة على الشعب السوداني ما على مناطقها، تمويله بيتم من بعض الدول دي، وهو ده المتمرد اللي بيرفع نخرين، وده ما من فراغ. ما شايف سياسه الركول الانبطاح بتاعته للقاده العرب
ودعوته لهم وبيعوا لهم للسودان بملايين الابدن وغيره. اللي عاوز اقوله انه الان الدول دي عايز تخش من الباب، ولو ما فتحت عليها الباب حوشوا من الشباك زي العر الجعان يلف حول المطبخ قدر ما تضرب بيجي راجع. فخلينا تفتيحا. اللي بيحصل الان عارض السودان ما بيعملوه الا جاهل او خاين، ولو كنت جاهل وعارف انك جاهل وقاعد في المكان ده انت خاين تربيع. وصلوا بالمواطن لحد يتمنى وجبه واحده في اليوم هو واولاده، وحق حقنه الملاريا والمواصلات، سقف امانينا واحلامنا تحطم بعناد النازل وشهوتهم. بيقول لك الشعوب الحره الطموحه زي التربه اللي قايمه فيها اعشاب تتمنى يقوم على ظهرها غابه، والتربه اللي تحت الرصيف تحلم باعشاب تقوم على ظهرها. حلوا مننا وفكونا، اصبحنا بوجودكم عاجزين عجز اجباري. ابراهيم الفقي بيقول العجز ليس ان تكون بلا قدم ولا ساق، العجز ان تكون بلا غايه ولا هدف، العجز ان تكون مكتئب وحزين وانت قادر تكون ناجح وسعيد. ما اديتونا الوقت نفكر في هدف، نبرطع من الفجر للمغرب، نجمع في حق غرفه الملاح 100,000 للايجار و300,000 رسوم الجامعه لولدين ولا 3 بنات ولا ولد بيت، و200 300,000 للاكل ابو عيشه ب40 مواصلات وعلاج. الناس بيقول الحمد لله. احنا عجزنا بدا يوم سلمنا نفسنا لحزب جاهل امي، يوم سلمنا عقولنا لمدمن عصير السياسه بنكهه الدين. عجزنا بدا يوم سمحنا لاصحاب المقصات الجهله يقصوا البلد، بدوا بقص حلفه مجان وقصوا الجنوب، والليله ما قصهم شغال بيقصوا وادي الهواد وابو عمامه وابو حمد ومروي الليله وصاي ومدافوق. المقص ماشي وجاري. ارجع للامل، احنا امه تعيش للامل. بقول يا اولادي حتنبسطوا يوم تشوفوا بروف عمر الخضر في غرفه الثروه الحيوانيه بيكلمكم عن مستقبل الثروه الحيوانيه في البلاد، وبروف معاويه في تكنولوجيا لما يحكي لكم عن القيمه المضافه للثروه الحيوانيه دي، وانكم ممكن تعيشوا على ملوك للابد. وحتنبسطوا تاني يوم تسمعوا بروف علي عثمان بيكلمكم عن حضارتنا التليده الاولى القويه، واصلا وين ممكن نستعيد الحضاره دي كيف ونستفيد منها كيف. حنسعد يوم نشوف بروف اسعد والله في الدارين بيكلمك عن الامطار الصناعيه والنهر الجويه. وعلى فكره بروف اسعد الليله هو رقم 1 في العالم، السوداني الان رقم 1 في العالم في مجاله. احيي بروف المتواضع اسعد وبيدرس في اوكلاند. حتنبسط يوم تشوف الخبير الدولي دكتور سيف بيكلمك عن سياسه الطاقه النظيفه، وكيف السودان ممكن يكون رقم 1 على مستوى العالم لانه بيملك الطاقه النظيفه وخاماتها، وكيف نستغل التقنيه الروسيه في تعدين الذهب ما بتعمل كيماويات، ونبعد الشبح تدمير البيئه والسرطانات الملت البلد. ويكلمك عن كنز البحر الاحمر اطلانتي السوق ابو 8 تريليون. ولا من تسمع الخبير الدولي محمد صالح وبروف شيخ الدين بيكلموك عن ثروه المويه. نحن عندنا ثروه مويه اولى في العالم، ده واحد في النيل والثاني في البحر الاحمر وزراعه اللولو. الشغالين فيها المواطنين الاماراتيين، المواطنين ما الدوله، عشان تعرف العرب استباحونا كيف العرب. هنفرح يوم نسمع دكتور صلاح بن ازرق، دكتور صلاح بيكلمنا عن الكروم عالي النقاوه اعلى من حق جنوب افريقيا والذهب. وهنفرح يوم نعرف انه عندنا اعلى احتياطي للماس في العالم. هنفرح يوم نعرف ان اكبر احتياطي للماء العذب في العالم في وادي هور والحوض النوبي العظيم. وتقنيه المويه الصناعيه المطر الصناعي اللي ممكن يزيد به المحتوى المائي ونخليه للاجيال الجايه زي ما بقول بروف اسعد. والطاقه الخضراء مع ولدي دكتور يوسف في جامعه المستقبل خبير الطاقة البديلة. احنا يا اولادي صدق فينا قول غازي القصيبي اللي قال لدي المصباح والنار والنجوم والقمر والشمس لكني ما لم انظر في عينيها فلن ارى الا ظلام الليل. نقول للجماعة ديل لو بقى فيكم ربق وباقي روح من وطنية ما تدوا الحبش مسوغات الاستيلاء على ارض الفشقة. انتوا اقل من انكم تفهموا مؤامرة سد النهضة اللي خدعوا بها الانقاذ الشعب السوداني الممكون. حتفهموها لو قعدتوا يوم وسمعتوا الخبراء في مجال السدود والزراعه والبيئه، الدكتور تيسير مصطفى والدكتور محمد احمد عمر والدكتور محمد الامين محمد نور وبروف سعد الامين وبروف عبد الله الصديق ودكتور المفتي وشله من العلماء اللي بينوا انه السد مهدد وجودي لوجود السودان وثروته الحيوانيه والزراعيه، ومبدل للمناخ، مهدد وجود ل 20 مليون سوداني للموت، وما زالوا يتكلموا وزول اسمعهم ما في. رجائي ما توعدوا الروس بقواعد ولو كانت قواعد خدميه.
انتوا سباق السيطرة على أمن الملاحة البحر الأحمر ما تفهموا. الاستحواذ على نصيب الأسد من عائدات موانئ البحر الأحمر اللي تستمد الإمارات فيه والآن وتدمر عشانه ميناء دورالي في جيبوتي والعين السخنة في مصر وبورسودان عشان تمنع قيام منطقة حرة تنافس أو تأخذ جزء من حصة ميناء جبل علي اللي بيوفر الإمارات لدبي. لإمارة دبي بيوفر لها 23% من دخلها. إمارة دبي دخلها في السنة 103 مليار، بيوفر لها 23 مليار في السنة. ما تدوم المحمية الطبيعية الأكثر روعة صاحبة طحلب الجيلاتين المطلوب في اليابان وكنوز البحر الذهب والإطلال الساهر على كنز البحر الأحمر مع أولاد عمهم وأولاد خالاتهم حيدوكوا باستحقاق من بورسودان. وقفوا مفاوضات الهواد لأنه ممكن يجيبوا شعب جديد يوطون هناك وانتوا نايمين. اطردوا المصريين من الشمال، اطردوا من القاعدة المصرية، اطردوهم من مطار مروي. ما تقول لي 5,000 مصري قاعدين من مناورات، ديل زي السوسة لو دخلوا ما بيطلعوا. وقفوا أرداء زول ما بيسميه سعادة أحمد الإدريس، الراجل الآن بيتجه للاستيلاء على الليثيوم، خلى الذهب بيسميه أبو حمد اللي عاوزيننا الإماراتيين بمشروع زراعي وهمي. يا ابنائي كشف موقع مونيتور الأمريكي إنه في شهر 1 2020 الإمارات طلبت من واشنطن إنها تدعم تحركاتها عشان تسيطر على موانئ البحر الأحمر السودانية عبر شركة اسمها ديكنز أند ماديسون برأس إدارتها ضابط مخابرات إسرائيلي سابق اسمه آري بن ميناش، وفعلا تفاوض نيابة عن شركة ماني دبي. عاوزين ينشئوا منطقة حرة زي حق جبل علي في استباق واضح لإنشاء السودان للمنطقة دي، لأنه أفضل منطقة حرة على البحر الأحمر تقوم هي في الموانئ اللي تابعة للسودان. ليه؟ لأنه معظم زباين وتجار اللي بيشوا ميناء جبل علي أفارقة، ولو وجدوا سوق حر في منطقتهم ومعه شبكة حديدية ضخمة جبل علي معنا عليك السلام، وهم ما حيسمعوا الكلام ده. وممكن ينشئوا قاعدة عسكرية، والإمارات مشهورة بكده، بتنشئ قاعدة عسكرية من غير إعلام الدولة صعبة الأرض زي ما عملت في الميناء اللي استولت عليه وشهد عليه قاعدة حربية في جزيرة ميون اليمنية وفي ميناء عصب الأريتري. وعلى فكرة الطائرات المسيرة اللي طلعت من القاعدة العسكرية في ميناء عصب هي اللي أنهت حرب التجراي لمصلحة الرئيس الحبشي. المطار المدني اللي حينشئه الامارات في مشروع ابو عمامه اماراتي كامل الدسم تكمل به مسرحيه استنزاف الذهب السوداني بكل اريحيه وداعي للتهريب. ما ننسى ثروه البحر الاحمر واهمها كنز البحر الاحمر مع ولاد الخاله. حينشئوا الطريق الطويله 500 كيلو من ابو حمد للميناء الجديد ابو عمامه اللي بين الخبير الدولي سيف المقبول انه مليان الطريق ده بخام الليثيوم وعارفينه، وحيكون الطريق ده برسوم عبور يطلعوا به قروشهم تدفعوا انت ماشي. المشروع الملاحي ما له علاقه بالمشاريع الزراعيه بتاتا، الكلام ده قالته الاكاديميه الامريكيه الاصل سوداني نسرين امين. من ابو حمد لحد بورسودان مشروع زراعي على امتداد 500 كيلو مدفوع القيمه، تسللهم للمنطقه دي مع واحد اسمه أسامة داوود إشارة سيئة لأمر قادم جاي إحنا ما عارفينه. عندنا آثار مهولة في المنطقة دي ممكن تتنهي تطلع بالمطار الإماراتي ده بالمزيكا. ونقول برضو السيطرة على أمن الملاحة البحر ما تفهموا. الاستحواذ على نصيب الأسد من عائدات موانئ البحر الأحمر اللي تستمد الإمارات فيه والآن وتدمر عشانه ميناء دورالي في جيبوتي والعين السخنة في مصر وبورسودان عشان تمنع قيام منطقة حرة تنافس أو تأخذ جزء من حصة ميناء جبل علي اللي بيوفر الإمارات لدبي. لإمارة دبي بيوفر لها 23% من دخلها. إمارة دبي دخلها في السنة 103 مليار، بيوفر لها 23 مليار في السنة. ما تدوم المحمية الطبيعية الأكثر روعة صاحبة طحلب الجيلاتين المطلوب في اليابان وكنوز البحر الذهب والإطلال الساهر على كنز البحر الأحمر مع أولاد عمهم وأولاد خالاتهم حيدوكوا باستحقاق من بورسودان. وقفوا مفاوضات الهواد لأنه ممكن يجيبوا شعب جديد يوطون هناك وانتوا نايمين. اطردوا المصريين من الشمال، اطردوا من القاعدة المصرية، اطردوهم من مطار مروي. ما تقول لي 5,000 مصري قاعدين من مناورات. في وطني لا مكان للأحلام، حتى الأطفال أصبحوا يعرفون أنها مجرد أوهام. دولة الدكتور محمد أحمد عمر، الدكتور محمد الأمين محمد نور، ورفض عبد الأمين،
وبروف عبد الله الصديق ودكتور المفتي وشله من العلماء اللي بينوا انه السد مهدد وجودي، وجود يوطون هناك وانتم نايمين. اطردوا المصريين من الشمال. في وطني بين آفية برسوم عبور يطلعوا به قروشهم تدفع وانت ماشي. المشروع الملاحي ما له علاقه بالمشاريع الزراعيه بتاتا، الكلام ده قالته الاكاديميه الامريكيه الاصل سوداني نسرين امين. من ابو حمد لحد بورسودان مشروع زراعي على امتداد 500 كيلو مدفوع القيمه، تسللهم للمنطقه دي مع واحد اسمه اسامه داوود اشاره سيئه لامر قادم جاي احنا ما عارفينه. عندنا اثار مهوله في المنطقه دي ممكن تتنهب، تطلع بالمطار الاماراتي ده بالمزيكا. ونقول برضو هل لمشروع ابو عمامه علاقه بخريطه بن آفي خريطته المعروفه اسرائيل الكبرى اللي بتمر خطوه الجنوب بيمر بشمال ابو عمامه؟ ليه علاقه مع بعض ولا ما يهم؟ والله انكم ما سوداني السودان وطنيه ورجاله ونخوه وعفه يد. يخص عليكم والله القاموس ما لقى لكم صفه. المهندس حمدي عبد الوهاب يقول اتجول في شارع بلادي فلا ارى سوى الحسره واللوم، لوم على حكام اليوم، وجوه تدل على حزن مخزون، دموع تحبس العيون. في وطني لا مكان للأحلام، حتى الأطفال أصبحوا يعرفون أنها مجرد أوهام. دولتهم دولة سيد وأغنام، يقولوا الفرح من صنع الأفكار. إحنا بنعرف نفكر بس عاوزين الزمن نفكر فيه. كنت يوم في مركز تدريب لواحد من أصحابنا، عرفت منه إنه أدى غرفة صغيرة لشباب اتحاد المخترعين السودانيين. وأنا داخل المركز بالصباح داخل لاحظت في الغرفة الصغيرة دي بيت بتنظف والغبار عاجي وهي مكمكمة وشها والغبار ليل سقف. حنيت عليها والله سلمت ومشيت. لقيت الرئيس تحت الغرفة شاب ظريف تونسنا وقعدت السودانيين في الونس وسألته قلت له انتوا تخترعوا شنو؟ فقال لي افكار كثيرة يعني. ضرب لي مثل بجهاز بيدخلوه في الجسم بحقنة كده بيكشف الرايش من غير ما تفتح الجسم بيكشف تعطلك ده. وقال في مزود بكاميرا بيشرح لي يعني خارجيه تقنيه عجيبه بتاع الزول عبقري. قلت له الكلام ده اخترعوا زول معاكم؟ قال لي هاي بيت كمان. قلت له وقعدت تيجي معاكم هنا؟ قال لي هاي ما البيت اللي قاعد تنظف في الغبار دي. والله انا دمعة فرت من عيني. ده حالنا معاكم يا عسكر الهم وأستاذ الغم. اخواتها بيطلعوا برا باختراعاتهم بيفوزوا بالجوائز وبدون جنسيات. احنا يا ابنائي احلامنا ما صعبه ولا مستحيله. كل اللي عاوزينه انه يسلمونا المفتاح الرابطين في عيونهم ده. ما سمعت يقول لك اخذوا من عينه؟ لو ما عملنا برانا زول بيساعدنا ما في. ما تسمح فتح المعونات ورفع الحظر عن السودان. المعونات عمرها ما قومت امه ولا دورت عجل الصادر. المعونات للنوامين $5 في اليوم. احلامكم في دولة يا سودانيين $5 في اليوم. احنا بكينا من الاستقلال ومدينا قرعتنا للي ولا يسمع. كل الارض شحتناها. زول ربت علينا وقال لنا الله يديكم ما في زول بينفعك. زي شيء الصبار اللي قال عنها محمود درويش قال كمثل صبار حزين لا يبكي لن يدرك انه لو بكى 100 عام فلن يحتضنه احد. الحكيم قال حاور من يحترمك وشاور من يحبك. احنا لا بنحترمكم ولا انتوا بتحبونا. نحن الشعب السوداني اللي بيعاني الليله ده وامبارح قرر يطبق مقوله مارك توين سر النجاح والتقدم في العمل هو ان تبدا العمل. احنا بدينا ومن قصر بالعمل ابتلي بالهم واولادي ماشيين في مسيره النضال. نحن زي النسر عنده راسه وجنحين ومخالب ومنقار وكل واحد عارف دوره شنو. احنا ماشيين لنهايه الدرب وما بنقف لانه لو وقفنا حنهلك. الحلمنتيجي قال شنو الشاعر؟ قال النهار قرب لكن عاوز اللي ينادي عليه. السكوت على الظلم عورة والبيع من نص ثورة بيحفر القبر بإيديه. احنا وطننا دايم بإذن الله حيبقى عز ومفخرة لنا ولأولادنا وأحفادنا. ولا نامت عين كل خاين وغدار. ياسر على زقيرة الكوارتي. شكرا لك يا ياسر وشكرا لكل الشرفاء السودانيين والعلماء السودانيين اللي هم يا جماعة بينجزوا وبيفكروا شغالين وما واقفين.
ولما نحن نتحدث هنا عن الخيانة وعن القدر، وزي ما قلنا مهما بحثنا في قاموس الشتايم ما بنلقى شتايم ذاته تناسب من هم قائمين على أمر الدولة الآن. والحاجة اللي لازم نفهمها يا شعب يا سوداني أنه كل ما ركنا يا إخواننا، أنا دار أقول لك بنغلاديش شفتوهم عملوا شنو؟ بنغلاديش اتعظوا من الثورة السودانية. وأنا حاوريك مشهد أن إحنا بس بنخاف أنه يا جماعة تتقفل الصفحة. السودان فيه عقليات جبارة، مش بقول لك خبرة زي عبد الله حمدوك ولا زي البدوي ولا غيره ولا العملاء ولا المرتزقة من الساسة المنبطحين اللي كان بيحتج الكثير. بقول لي معلش يا عمر صالح التسجيل أنا ما عندي في رابط، عندي التسجيل ده في الواتس وللأسف ما حقدر أنزله في رابط، عشان كده قصدت أنه الناس تشارك وتسمع أنه السودان ده ممكن يتحول لشنو. ولما نحن بنتكلم هنا بنقول إنه نحن عندنا المقدرة نسوس العالم، لكن لما نشوف سياسي أو نشوف عسكري زي كباشي يكون سايقه أسامة داود، أسامة داود وما أدراك ما أسامة داود. ولما نتحدث عن العصابة في بورسودان بقيادة برهان، الكلام ده نحن ما بنقوله من فراغ. البنغلاديش دي بنغلاديش يا جماعة، أنا الصورة حعرضها. شايفين المعلقين ديل شخصين معلقين يعني كويس تحت كوبري. ديل يا جماعة قائد الجيش ورئيس هيئة الأركان. الشعوب لأنها يا جماعة لما تصل مرحلة أنه تباع وتشترى وهي تتفرج، والشعب السوداني يخزل في 3 ثورات من قبل سياسيين وعسكريين عشان يحققوا طموح دني خاص بهم، ما خاص بالوطن ولا خاص بالشعب. الليلة الشعب البنغلاديشي عرف يدير ثورته كيف، وعرف ينظم تغييره كيف، لأنه ما في سياسيين خدعوه جا قالوا له والله الشعار ده عنيف، وبعد ذاك جابوا له آلة تقتله وقالوا له لا دي بتقتل في الكيزان أو بتقتل في الناس اللي انت صرت عليهم. لأنه العدالة مقياس، والتسجيل اللي انتوا سمحتوا ده أنا ما دار أضيف عليه. وشوفوا يا سودانيين انتوا موقعكم وين، وشوفوا العالم حيضحك فينا كيف، أنه وطن يستباح وينهب ويسرق. عينك يا تاجر بفضل مجموعة من الخونة ومن اللؤمة. عشان كده لما قلنا الناس تشيل مولوتوفة وتعمل سلاحة وتاني ما في انكسار، لأنه انت حتباع، مش تباع، انت ممكن يستبدلوك بشعب. نفس قيادتك السياسية والعسكرية اللي انت شايفها دي عندها استعداد انه انت يبيدوك ويستبيحوك ويستبدلوك بآخرين. وإذا ما واجهنا، وأنا لما بقول لك أعلى سلطة سلطة الشعب ما بقول الكلام ده من فراغ، وما ننخدع بالكلام المحسول. ومن الأشياء المؤسفة والمحزنة والتي تؤلم يعني نحن في ظل الدولة السودانية في حاجات غريبة جدا جدا طبعا قاعد تحصل. طيب دارين يفتحوا منابر، كل ما نكفي المنبر يفتحوا منبر. وقلنا جنيف طبعا نحن بنتعامل مع رجل مخادع عديم اخلاق البرهان. قلنا جنيف يعني سايقينها لدرجة ان احنا الامارات تطلب من مجلس الامن انه يدخل الاقاصة غصبا عننا، وما ننغش ببعض حديث الدبلوماسيين الامريكيين زي كاميرون هيتسون، مع انه انا هذا الرجل بحييه لانه رجل عنده ضمير.
قال لا بأس أن يتنحى البرهان، لكنه لا يستطيع أن يطالب بأن يكون رئيسا للدولة بصفته رئيسا لمجلس السيادة ثم يسلم السلطة إلى كباشي. قال له أجعل الكباشي رئيسا للقوات المسلحة السودانية ومالك رئيسا لمجلس السياسة، وإلا فإن الأمر لا يعد كونه لعبة دلالية للاحتفاظ بالسلطة. ده كاميرون هيتسون. يعني طبعا الأمريكان بيحاولوا مصالحهم دي جوا باللف وبالدوران. الحاجة اللي بتغيظ تاني ومؤسفة وتفسخ في الدولة السودانية، يعني أنا بستغرب ما دار أرجع للتصريح بتاع كاميرون فولكر بيترس لمجلة شيجل الألمانية. قال إن البرهان تفاجأ بهجوم الدعم السريع على مسكنه وقتل العديد من حرسه الشخصي في هجوم على الموقع، وأن قوات الدعم السريع كانت أكثر استعدادا وسيطرت على معظم العاصمة الخرطوم في الأيام الأولى للقتال. وقال المسؤول الأممي أن السبب الذي غاد للتدهور الوضع بين البرهان وحميته هو كيفية دمج القوات المسلحة والدعم السريع في جسم واحد. هذا الدمج كان سيغلص من قوة حميته، فقوات الدعم السريع مبنية ومهيكلة مثل جيش خاص أو ميليشيا تقودها عائلة دقلو من دارفور، والأمر في النهاية كان يتعلق بالسلطة. فبالنسبة لحميتي كان احتمال فقدان السيطرة على قواته في مرحلة ما من العملية يمثل تهديدا، بينما كان واضحا لقيادة الجيش أن استغلالية قوات الدعم السريع ستتغوط مبدأ الجيش القومي الموحد، وقد أدى ذلك بكل تأكيد لوصول الصراع إلى ذروته. هل يعني هذا التصريح أن البرهان الجيش لم يبدأ الحرب؟ كيف يبدأ البرهان حرب وينتظر في بيته، بل يتفاجأ ويتخلع؟ دي طبعا المجلة عاملة حوار مع فولكر، علما أن سردية الجيش بدأ الحرب لا تستند على أي دليل قاطع حتى الآن سوى مزاعم الجنجويد وخصوم الجيش. كل ما هناك حتى الآن مزاعم من طرفي النزاع. ننتظر من مروجي نظرية أن الحرب بدأها الجيش الكيزان تفسير قول فولكر بيترس وإثبات زعمهم أن الحرب بدأها الجيش، فنحن قوم نبحث عن الحقيقة ونتبعها ولو برهنوا ما يزعمون. قبلنا قولهم وتبنيناه، ولكن المسؤول الأممي أتى بما يشكك في الرواية. طبعا يا جماعة أصله قصة أنه الدعم السريع بدأ الهجوم والدعم السريع قاعد يجند وقاعد دي ما دارين نلوك فيها كتير تاني نتكلم فيها كتير، لكن قيادة الجيش تتحمل المسؤولية لأنه كان الأمر ده بيتم تحت بصره ما بيتم بعيد. لكن الاستفزاني أكتر شفت لي احتفال، يعني السيدة أمان الطويل احتفال منظماه عائشة الماجدي مدير موقع إيلاف، وعازمة فيه السفير السوداني بالقاهرة، وعازمة فيه السيدة أمان الطويل والمجتمع المخملي. طبعا في إعلاميين كده يعني من الشقيقة مصر ديل لسان حال السودان، وقصة المواقع دي ورؤساء تحريرها اللي بيخضعوا حتى السفارات. أمان الطويل في الحوار ده تاني رجعت للكلام بتاع جنيف وتاني رجعت لدور القاهرة. الحاجة الغريبة يا جماعة أنا دار أتحدث فيها أنه ليه سفارتنا السودانية دي في القاهرة، يعني طوال السنوات دي في إعلاميين معينين متخصصين. يعني أنا شفت لي واحدة صحفية مصرية أصبحت توجه الراية العام السوداني وكان عندها موقع من موقع وهي اسمها صباح موسى، لحد ما مشت قعدت في الجرائد السودانية وأصبحت توجه الراية العام السوداني، وتزوجت أحد ضباط الأمن أو الحرس الشخصي لعمر البشير. ففي أشياء طبعا خطيرة جدا جدا تتعلق بمسألة الأمن القومي، ودار أعرف ورسالتنا للسفير عماد عدوي. يعني أنا دار أفهم انتوا بتفكروا بطريقة يعني بتحفظ كرامة وسيادة هذا الوطن، يعني يكرموك رجال الأعمال قلنا ماشي يسووا إيه. فلما نحن نخلق فعاليات زي دي عشان تخرج منها تصريحات
يعني دي حاجة تحير والله. يعني حاجة حول، يعني نحن الآن في وضع أنا بستغرب، يعني ما قادرين بقينا، يعني وكأنه قاصدين يفسخوا سيادة الدولة السودانية. وهل أنت خلاص فاضي أديت عملك خلاص يا سعادة السفير؟ فاضي ليلة حفلات عائشة الماجدي أو اجتماعات عائشة الماجدي أو روشان أوشي أو غيره؟ وده الكلام اللي ظللنا نحذر فيه السفير ده قبل ما يجي يستلم، من الشلاليات القذرة اللي بتجي تسيطر يعني، والاختراق اللي بيتم لسهولة الاختراق للدولة السودانية وسيادة الدولة السودانية. يعني أكثر دولة مباحة ومستباحة ومخترقة للأسف الشديد. أنا كنت دار أجيب الصورة والتصريح بتاع أمان الطويل تحديدا أسمعه، ودار أحيي السودانيين اللي في خميس مشيط اللي أفشلوا الحفل بتاع الزول الإسمة عش الجبل. وده المفروض يكون ساير ويكون ماشي تاني، يعني احنا ما نسمح بالحاجات دي. وطبعا الإمارات يا جماعة قام تاني كاميرون هيدسون يا جماعة برضو جاء علق قال أهم ما في دعوة الخارجية الأمريكية هو اعتراف بلينكن بأن البرهان هو رئيس المجلس السيادي ورئيس الدولة بحكم الأمر الواقع وليس مجرد